العملية، يعني نستطيع أن نقول هكذا. أما السلطة الحقيقية في يد الصين الغاصب، هذا نقطة مهمة جدا. يعني أما الرؤساء التركستانيون يعني في تركستان الشرقية من بني جلدتنا، يعني الذين يضعون الصين، الحكومة الصينية يضعون يعني كرئيس يعني في بلادنا. أما هؤلاء يعني لا يتمتعون لأدنى حقوق، هم لا يستطيعون أن يصدروا أي قرار من غير إذن الصينيين. يعني لازم يعني في أي قرار، في أي خطوة يجب أن يلجأوا إلى حكومة مركزية. يعني أنا دائما أشبه هؤلاء الرؤساء ألعوبة الأطفال. يعني الصينيون هم الذين يلعبون معهم كما يشاءون. هذا مهم. أما لماذا أعطى الصين لهذه المنطقة حكما ذاتيا بعد احتلالها ولو كان شكليا؟ هذا جواب هذا يعني بمعجز من أجل خداع العالم ككل، ومن أجل خداع المسلمين خاصة. يعني على أنهم يعني يحترمون حقوق الأقليات ويؤتون يعني حقوقهم ويعتنون بهم وغير ذلك. سيدي، يا ترى نتكلم عن أي حكم ذاتي في هذا البلد، وأصحاب هذا البلد وشعب هذا البلد يعانون من أوضاع سيئة، من أوضاع اقتصادية سيئة ومن أوضاع اجتماعية سيئة وفي كل مجالات الحياة. يعني نتكلم عن أي حكم ذاتي؟ حتى يعني حكم الذات يعني في دستور الصين يوجد، يعني ينص عليها. نحن الآن لا نستطيع أن نستعمل لغتنا الأم، يعني وفي المدارس يعني كان في المدارس العليا في الجامعات يمنعون، الآن حتى في المدارس الابتدائية يمنعوننا من استعمال لغتنا الأم. يعني دستور الصين يعني في حكم ذات يعني أن حكم ذات هذا الدستور كمان لهم الحق، يعني الأقليات القومية لهم الحق أن يستعملوا لغتهم، أن يطوروا يعني عاداتهم الثقافية وفي كل مجالات ينص عليه. ولكن لا، يعني الآن ألغي كل هذا، لا يوجد أي حقوق لنا. نعم. يعني نتكلم عن أي حقوق، يعني حكم ذاتي، وحالنا هذا وشعب تركستان حالهم هكذا. يعني أستطيع أن أقطع القول، يعني لا أريد أن آتي بإحصائيات يعني دولية طويلة حتى لا يطول الكلام. يعني أن الشعب التركستاني الآن في وضعهم مع وجود كل هذه الثروات المختلفة الهائلة، هم شعب يتسول في داخل تركستان وخارجها. أما عن قولك يعني ملاحظاتك من خلال المظاهرات الأخيرة، شاهدت في التلفزيون شوارع نظيفة ومباني أو عمارات عالية. نعم أجل، يوجد شوارع نظيفة، يوجد ومباني يعني عالية ومباني ضخمة يوجد. نعم يوجد. أما يعني عندما ننظر يعني يا ترى من الذي يستفيد من هذه العمارات العالية الضخمة ومن هذه الشوارع النظيفة؟ من الذي يعني يستعمل هذا؟ يعني من الذي يستفيد من هذه من هذه المباني؟ يعني عندما ننظر يعني في أي واحد ذهب إلى تركستان الشرقية يعني سوف يجد بكل سهولة هناك فرق شاسع بين التركستاني المسلمين وبين الصينيين الغاصبين. يعني أنا لا أكون مبالغا إن قلت أن أكثر من 95% هم الصينيون الغاصبون الذين يستفيدون من هذه المباني الضخمة ويسكنون في هذه المباني، في هذه العمارات العالية. يعني أما المسلمون التركستانيون أصحاب هذا الأرض هم الذين يعيشون في أحياء فقيرة جدا، يعني أوضاعهم سيئة في كل مجال، أينما تنظر. يعني هذا هو الحال. يعني هم يعني في تنمية، طبعا يوجد تنمية، ولكن لمصالح شعب الصين، لمصالح الصينيين الغاصبين فقط.
أما المسلمون يعني قليل جدا يعني من يعيش يعني مع هذه يعني الرفاهيات. يعني عندما احتلت الصين تركستان الشرقية في عام 1949 كان عدد الصينيين في تركستان الشرقية لا يتجاوز أكثر من 5%. أما الآن بعد مرور 60 عاما الإحصائيات الصينية تعطي لنا عدد السكان، يعني عدد الصينيين تجاوز أكثر من 50%، من يعني 50% الصينيين الآن أصبحوا يعني من 65 عاما، يعني هناك 60 عاما بعد احتلالهم، الآن من 5% أصبحوا أكثر من 50%، ولكن نحن نظن هم يعني نعتقد أكثر من 70% عددهم الآن، يعني أكثر منا الآن صاروا يعني في تركستان الشرقية. يعني أخ عبد الأحد، أريد أن أسألك يعني المواطنين الأيغوريين، الشباب الأيغوريون في تركستان الشرقية، هل يدخلون الجامعات؟ هل المواطن الأيغوري يوظف في الوظائف الحكومية؟ هل يدخل سلك الشرطة، الجيش؟ بشكل آخر دعني أسأل، من أين يكسب قوت يومه المواطن الأيغوري في تركستان الشرقية؟ من أين يكسب قوت يومه؟ مع العلم أو مع أننا نعلم أن تركستان الشرقية أو محافظة تشينغيانغ كما يسميها الصينيين هي محافظة ضخمة ربما تبلغ حوالي 5 مساحة الصين، وهي منطقة غنية جدا بالنفط، بالمعادن، بالفحم، يعني ثروات كثيرة. أريد أن أعرف منك ما هو مصادر الرزق التي يعتمد عليها المواطنين الأيغوريين؟ نعم، شكرا. نعم، يدخل الأيغور الجامعات ولكن في تخصصات محددة جدا مثل الطب والجغرافيا والفيزيكا وغيرها من التخصصات الاجتماعية، ولا يعطي الحكومة الصينية إمكانية الدخول ببعض التخصصات المهمة مثل الشرطة والعسكرية والطيار والعلوم إلا لعدد قليل من كان يعمل في الحكومة أو ينتمي لحزب الشيوعي. على سبيل المثال دخول الأيغور للجامعات والمعاهد العالية صعب جدا، ولا يدخل بها إلا 10% من الطلاب المسلمين الذين تخرجوا من الثانويات العامة، ولا يزيد نسبتهم منها في الجامعات أيضا عن أكثر 40%، ولا يزيد نسبة الأساتذة للجامعات في تركستان الشرقية عن 26% من جميع أساتذة التركستانيين في تركستان الشرقية. وهذا ما أدى إلى انخفاض متعلمين إلى 94 شخص في كل 1000 شخص، كما أن جميع الكتب التي تدرس في جامعات العليا والفنية فهي باللغة الصينية. وبنسبة العمل، نعم، أهل تركستان الشرقية يعملون في الحكومة، ولكن يعملون في الوظائف العادية، ولا يعملون في الوظائف القيادية والإرادية والتخطيط وغيرها من الوظائف المهمة بالنسبة للدولة. وفي مثل هذه الوظائف العالية كلها يعملون الصينيون فقط، لأن الصينيين في تركستان الشرقية يتمتع بامتيازات خاصة وحصانة حكومية تضعهم في القوانين التابعة على شعب تركستان، كما يشترط